ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده كده بالنسبه لي يوم مميز جدا جدا جدا. يوم حلو قوي. آه قلت لازم اسجله معاكم ولازم انزله على القناه علشان يبقى ذكرى عندي، عشان فيما بعد هبقى محتاجه الفيديو ده جدا جدا جدا. المهم، النهارده ان شاء الله ميعاد آه اليوم بتاعي اللي انا هولد فيه. انا كنت حامل، الحمد لله، وربنا رزقني ببنوته، الحمد لله الحمد لله، زي القمر. فقلت لازم ان شاء الله ان شاء الله اليوم ده اسجله من اوله لحد اخره. فهاخدكم معايا انا النهارده ان شاء الله ميعاد ولادتي. ان شاء الله هجيب احلى ملوته في الدنيا. هجيب تولين. عايزه اسجل اليوم ده جدا. آه مش عارفه، انا بسجلها لكم دلوقتي وانا احساسي مش قادره اوصفه. ف عايزه اقضي معاكم. يلا نشوف اليوم ماشي ازاي. وانا صحيت طبعا بدري وجهزت نفسي وجهزت بناتي وجوزي طبعا جاهز. وطبعا في قلق شوية، بس مش عايزين نشوف الجانب ده خالص خالص، عايزة اركنه. عايزة اشوف الجانب الحلو، لان انا ان شاء الله هشوف بنتي النهاردة. ده احسن يوم، وده كنت مستنظراه بقالي 9 شهور. فعايزة اشوف بقى ايه الجانب الحلو اللي هو اللي انا هشوف بنتي. دلوقتي بقى خلاص، انا كنت نزلت من بيتي وعديت على طبعا والدتي ووالدي، خدتهم معايا. آه، دلوقتي بقى على باب المستشفى طبعا. انا كان دلوقتي وانا بتكلم كده وانا واقفه، يعني ربنا اللي كان عالم بيا، بس ما كنتش عايزه آم، الهي نفسي في الخوف. انتوا فاهمين قصدي؟ بدأوا بقى يحضروني طبعا، زي ما انتوا شايفين بقى، بدأوا يركبوا لي الكانولا علشان خاطر خلاص يجهزوا لي على أوضة العمليات. هنا طبعا كنت مرعوبة، بس عايز نشوف زي ما بقول لكم الجانب الحلو، ان الحمد لله كمان يعني فترة قليلة ان شاء الله هشوف بنتي. فجهزوني وحضروني طبعا للأوضة بقى بتاعت العمليات. وطبعا أهلي وعيلتي وحبايبي كلهم معايا. آه، بس كان يعني بس كان ناقص أخويا، يعني كان أخويا مش موجود، مسافر. فكان نفسي يكون معانا، فالحمد لله عدت. طبعا بقى سلمت عليهم كلهم، سلمت على والدتي و... واستعدت بقى لدخولي لأوضة العمليات. طبعا الفترة دي كانت صعبة جدا جدا، بس الحمد لله. ربنا يرزق يا رب كل مشتاق ويشوف اللحظة دي. لحظة حلوة جدا على قد ما هي فيها رعب، بس آم، حلوة 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 بكل تفاصيلها، حتى لو فترة بتبقى صعبة شوية. آم، بس مش مشكلة، بتعدي، كله بيعدي. آه، المهم تشوفي ابنك او بنتك، فبصراحة بتبقى حلوة. خلاص بقى، هنا كنت نازلة خلاص، قلت لهم باي باي. باي باي. سبتهم بقى ونزلت عشان يحضروا لي وفي اوضه العمليات واولد. انا طبعا هم صحيت طبعا في نص العمليه، وهم بيطلعوا بقى تولين بنتي، واحساس مختلف تماما، احساس مختلف تماما تماما. انا الحمد لله عندي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، يعني 3 بنات. بس كنت اول مره اولد واصحى في اوضه العمليات. بس عدت دلوقتي بقى، كنت انا طلعت الحمد لله وشفت بنتي في اوضه العمليات وانا هما بيولدوني. طبعا الفتره ديت او اللحظه دي كانت صعبه شويه، كانت بقى البنج بيطلع من جسمي. والتصوير انا عارفه اللي هو وحش، عشان بنتي رودي هي اللي كانت بتصور، فمكانتش عارفه تركز قوي في الكاميرا، كتر خيرها يعني على قد سنها. طبعا انا منظري صعب. بس والله كله بيعدي، الواحد يعني يقول يا رب كده وبتعدي. وايه تاني؟ عايزه اقول لكم ربنا يرزقكم جميعا، ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه، ربنا يرزقكم باي حاجه نفسكم فيها. آه ربنا يطعمكم بجد ويكمل نفاسي على خير. طبعا انا الحمد لله ولدت دلوقتي، انا مسجل لكم الفيديو
وانا خلاص الحمد لله ولدت وشميت نفسي شويه. يعني انا قاعده كام يوم كده عقبال لما منتجت الفيديو، لان ما كنتش قادره بصراحه ولا منتج ولا اسجل صوت ولا كنت اعمل اي حاجه خالص. اول خطوه دي بقى بعد الولاده ما اقولكوش عليها، صعبه جدا 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 جدا، بس يلا الحمد لله. انا كنت خلاص بقى خدت شاور بعد العملية، وبدأت بقى ايه يقولوا لي امشي، فبدأت امشي في الأوضة في بتاعتي، لأني بره كان زحمة. الممر بتاع المستشفى لقيت فيه ناس فمرضتش امشي فيها، فقلت ما امشي شوية كده عقبال لما الطرقة تهدى، ومشيت في الأوضة. أنا عن نفسي ما كنتش عايزة امشي، ما كنتش عايزة امشي الخطوتين دول لأني صعبين جدا جدا جدا. وهنا بقى كانت تورين وصلت اهيت، وبس كده.